الكلام اللي قلناه لحد دلوقتي كلام كبار قوي، لان مشكله تغير المناخ بتحصل على نطاق دول وقارات ونطاقات جغرافيه، ما نقدرش ولا انا ولا انتوا ان احنا نحل المشكله دي لوحدنا. وعشان كده خلق ما يسمى بمؤتمر الاطراف او Conference of the Party، او بالاسم اللي بنسمعه كتير وهو الكوب. ده مؤتمر بتقوم به منظمة الأمم المتحدة أو UN كل سنة عشان تجمع فيه رؤساء العالم ونشطاء البيئة مع بعض في مكان يعملوا فيه مفاوضات يقدروا فيها يوصلوا لحلول لتغير المناخ. في أنواع مختلفة من المفاوضات بتحصل في المؤتمر، ولكن ما يهمنيش إن انتوا تعرفوا أنواعها على قد ما يهمني إن انتوا تعرفوا بتتكلم عن إيه بالظبط. في بداية المؤتمر بيكون في يوم بيقعد فيه مفوضين الدول يتفقوا فيه على المواضيع اللي هيتم تناولها خلال الكوب. المفاوضات دي بيكون هدفها تحديد سياسات واضحة تلتزم بيها كل الدول لتحقيق الميتيجيشن والادابتيشن. المفاوضات عملية مرهقة جدا، وبيطلعوا منها المفاوضين تعبانين ومش قادرين حتى ان هم يتكلموا، ولكن سر نجاحها ان احنا نطلع بنتيجة في الاخر، سواء ان احنا هنحقق سياسة معينة او على الاقل هنتفق ان احنا نتقابل مرة تانية ونتكلم بشكل اعمق في الموضوع اللي كنا بنناقشه. يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على الشانل بتاعتي. ولو عايزين تعرفوا معلومات اكتر عن تغير المناخ اكتبوا لي اي سؤال عندكم في الكومنتس، ولو عايزين تبصوا على المصادر هتلاقوها في ديسكريبشن الفيديو ده. باي. انا ولا انتوا مش عارفه ليه تقع عليه. انا اصلا مش عارفه ايه اللي انا كاتباه. بتنتفق ايه؟ بتنتفق صلي على النبي كده. في بدايه المؤتمر بيكون في يوم بيقعد فيه